وائل كفوري ومروان خوري، هل الخلاف هو وقود الإبداع في زمن الترند؟ أغنية واحدة كانت كفيلة بتحويل منصات التواصل الاجتماعي إلى حلبة نقاش ساخنة، وأعادت اسم وائل كفوري ومروان خوري إلى صدارة المشهد. هل نحن أمام مجرد سحابة صيف بين نجمين كبيرين، أم أن هذه الضجة تعكس تحولاً جذرياً في لغة الأغنية العربية ومعايير نجاحها؟ الجدل الذي اشتعل ليس مجرد تعليقات عابرة، إنه صراع بين مدرستين فنيتين يطرح سؤالاً جريئاً: هل أصبح الاختلاف في الرؤى هو الملح الذي يبقي الفن حياً، أم أنه بداية لقطيعة جديدة في الوسط الموسيقي؟ السؤال هنا لجمهورنا الذواق: في نظركم هل تخدم هذه السجالات الفنية العمل الموسيقي وتزيد من بريقه، أم أنها تشتت انتباهنا عن جوهر الفن نفسه؟ شاركونا آراءكم بصدق في التعليقات على منصة روبينا 25 TV. نقرأ ما بين السطور ونحلل ما وراء الترند. إذا كنتم من محبي الفن الراقي والتحليلات الجريئة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في المنصة وتفعيل جرس التنبيهات. كونوا معنا دائما لنرصد نبض الشارع الفني سويا.